السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد، الفيديو الترند اللي هي المكشكشه. احنا بقى عايزين نشوفها ايه هي دي بقى، ويا ترى طريقتها سهله ولا صعبه، وتستاهل الترند اللي معمول عليها ده كله ولا ايه؟ تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان تشوفي كل جديد. شايفينها بقى جميله قوي بصراحه. هي ازاي مقرمشه ولونها ذهبي وجميله. وكمان باقي الجلاش اللي اتبقى مني عملت منه اصابع الجلاش الجميله دي، هشه قوي ومقرمشه وجميله برضو. شايفين المكشكشه بقى شكلها حلو بصراحه، شكلها تفتح النفس. يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه معايا كوبايتين ونص من السكر. تمام، حطيت عليهم كوبايتين من الميه. كوبايتين ونص حطيت عليهم كوبايتين من الميه، وهرفعهم على النار لحد ما يغلوا معايا. هنزل عليهم بعصرة نص ليمونه، وفي الاخر هطفي عليه 5 دقايق على النار يكون قوامه متوسط، وهضيف له رشة فانيليا. تمام، هنحضر الحشوة بتاعتنا بقى عشان نسيبها تبرد كده شوية. حطيت كوباية ونص من الحليب، بس هو كان سخن قوي فحطيت ربع كوباية كده، او هو اقل من ربع كوباية، وحطيت عليهم معلقتين من النشا. تمام، عشان ايه؟ لو حطيت النشا على طول في الحليب هتكلكع معايا، فانا حطيتها في معلقتين المية وبعدين هدوبها في الحليب. تمام، وهضيف عليه مكعب من الزبدة، وهرفعهم على النار برضو كده، وهتنيني اقلب بقى باستمرار ايدي فيه لحد ما القوام ده يبتدي يتقل معايا. نقلب كده باستمرار فيه عشان ما يكلكعش مننا. اهو كده ابتدى يتقل معايا اهو. القوام ده بقى حلو قوي. هضيف له معلقتين من القشطه، ممكن اي حاجه عندك، اي نوع قشطه، او ممكن قشطه وش اللبن، تديله قوام حلو قوي مع الزبده، هتخليه كريمي معانا في الاخر وجميل قوي في الحشوه. قوام كريمي كده، مش هيكون مكتل ولا كأنه قشطة كدابة. هنا بقى نحطه في حاجة كده يبرد، وهنحط عليه كيس كده علشان ما وشه ما ينشفش. تمام، وهنحطه على جنب. ونجيب بقى الجلاش بتاعنا، نجيب نوع كويس ويكون صابح كده وحلو، عشان خاطر ايه؟ يبقى كويس معانا واحنا بنعمله ويدينا نتيجة كويسة. تمام، وهحطه على الفوطة دي كده وهغطيه كل ما استخدم منه عشان ما ينشفش مني. تمام، يعني اخد منه واغطيه عشان ما ينشفش. وهجيب بقى القوالب دي زي ما بتيجي من بره كده المكشكشه، هنعملها فيها عشان تطلع زيها بالظبط. وهنجيب بقى ورقتين ورقتين كده، حابه تعملي ورقه ورقه براحتك، بس انا عملت ورقتين بورقتين اهو. هدهن سمنه كده بقى، ميكس سمنه على زبده او سمنه بس اللي انت عايزاه بقى اهو كده. ندهن دهنه كويسه، ونحط كمان، حطيت رقتين كمان كده، كانوا دول متقطعين شويه فحطيتهم، وبعدين حطيت رقتين كمان، بس انا هنا قطعتهم وظبطتهم على قد القالب اهو كده. يعني كده حطيت حوالي 6 رقات من تحت. هجيب بقى احط الحشوة بتاعتي اهو، افردها بقى كده كويس. الحشوة تحفة بجد وكريمي قوي، والزبدة والقشطة مخلينها كأنها كريمي قوي قوي، تحفة بجد اهو. الحواف بتاعته دي بقى انا ما قصيتهاش ولا كده، عشان اقفلها كده على القشطة بتاعتي، عشان ايه؟ ما تطلعش وتلزق في القالب بتاعي وتنشف. هنا بقى نعمل بقى الجزء اللي فوق اللي هو المكشكشة نفسها بقى. هنكشكشه كده زي كأننا كنا بنعمل المروحة اللي كنا بنعملها بالورقة، بورق الكراريس زمان. تمام، نتني كده وايه حتت كده على بعضها صغيرة، نكشكش كده. تمام اهي كده، وهنيجي نحطها كده بقى اهو بالشكل ده كده. ما تخافيش مش هتتفرد منك، هتلزق في القشطة، وكمان في الحشوة بتاعتنا هتلزق فيها، وكمان يعني الجلاش مش هيتفرد، يعني هو بيتنى كده، بيتنيه واخد الوضع ده. هندهن بقى دهنة سمنة كويسة قوي على الوش عشان تديله لون حلو كده في الاخر، وبرده عشان كأننا سقيناه، لان الجزء ده ما حطيناش عليه سمنة خالص، فهنديله دهنة حلوة كويس قوي اهو كده. وندخله الفرن بقى على درجة حرارة 180 على الشبكة، واول ما ياخد لون ذهبي من الجناب
هنقيد له الشوايه ياخد لون من على الوش. هنا بقى هنعمل الكميه اللي اتبقت من الجلاش معانا باي حشوه بقى عندك. انا هنا حطيت مكسرات سوداني على جوز الهند على زبيب، وحطيت عليهم 4 معالق كده من الشربات اللي احنا عملناه علشان ايه يمسك الحشوه معايا وما تقعش من الجلاش. وهجيب كده بقى برضو مثلا حوالي نص ورقتين مع بعض كده وهلفهم، بس نص الورقتين يعني لو خدتوا بالكم هي مش ورقه كبيره. اجيب صينيه مدهونه زبده سمنه زي كده، وهبتدي احطه بقى كده. يعني هنا الورقه دي انا هعملها على مرتين، مش هتبقى كلها على مره واحده، ممكن تعمليها كمان على 3 مرات عشان ما يبقاش تخين قوي معاكي. اهو كده. بصوا انا كنت نسيت ولفتها، وبعدين هرجع اجيبها تاني وهاخد منها لان هي كده هتبقى كبيره قوي وهتبقى رخمه، يعني هيبقى مليان ورق كتير. كمان انا بعمل ورقتين بورقتين مش بعمل ورقه واحده. اهو كده. ولحد ما خلصت الكميه بتاعتي هنقطعه بقى كده، نحاول نظبطه كده يعني يكون كلهم قد بعض متساويين. اهو كده. نسقيه سمنه بقى كده، نكون مسخنينها كويس ونسقيهولها. نسقيه بقى للصوابع دي كده ونوزع عليه كده السمنه كويس قوي. هنا بقى احنا بنحط السمنه مره واحده، ما بنحطهاش رقراق، وندخله الفرن برضو مع المكشكشه. وادي المكشكشه لما طلعت شكلها تحفه بصراحه. هنسقيها بقى بالشربات على طول، الشربات اللي احنا كنا عاملينه. الشربات كان لسه سخن كده شويه برضو، وهي كانت لسه طالعه من الفرن. اهو هنسقيها كده بقى. ونسقي الصوابع بتاعتنا، اصابع الجلاش الجميله دي المقرمشه. هي حلوه بصراحه بس ما تستاهلش الترند اللي معمول عليها ده كله يعني. هي عادي جلاش بالكريمه، وكمان ما تستاهلش السعر الخرافي اللي احنا سمعناه ان هي ب400 جنيه كمان. لا يعني هي ما كلفتناش اي حاجه للدرجه دي يعني. هي حلوه وكل حاجه بس مش للدرجه دي. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتطلع حلوه معاكم. بصوا جميله قوي، والحشوه بتاعتنا كريمي قوي جواها وطعمها تحفه بصراحه. وكمان الجلاش من بره كده يعني مكشكش كده وهش وجميل ومقرمش قوي زي ما انتوا شايفينه كده. وكمان الاصابع بتاعتي دي هشة، والحشوة فيها طعمها حلو قوي. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.